حكموه 15 سنة بتهمة الإرهاب. هذا الشاب السوري اسمه عمر معن هرموش، من جبلة ويعمل في العراق. رفقاته وأخواته بالوطن من نفس مدينة جبلة وساكنين معه بنفس البناء. سجلوا له مكالمة وهو يعلن تأييده للرئيس أحمد الشرع ويشتم حسن نصر الله. حسن نصر الله اللي قتل وهجر أهله وأهلنا بسوريا. كتبوا فيه تقرير، والحكومة العراقية جزاها الله خيرا حكمته 15 سنة بتهمة الإرهاب. إرهاب بس لأنه عم يحكي. هلا أنا رح أكتب لكم أسماء اللي كتبوا فيه تقرير بأول تعليق ورح ثبته. السؤال اللي حابين نسأله: العراق لإمتى رح يضل يؤيد جزارين وقتلة السوريين؟ يا أخي أنتو كل سنة بتلطموا على سيدنا الحسين، بمحرم ليلا نهارا بتذكروا انه هو استشهد بثورة ضد الظلم. اخي انتو اللي عم تعملوه شو هو غير الظلم؟ فهمني بس. عم تحكم مدني وحيد لأهله 15 سنة لأنه عم يأيد رئيس بلده وعم يستنكر القتلة. على فكرة بالعراق في عشرات السوريين نفس الأحكام، نفس الوضع، بس لأنهم حطوا صور علم سوريا الجديد وصور رئيسهم على موبايلاتهم. يا أخي والله العظيم اللي عم تعمله العراق ولبنان يعني بس بالسوريين ما الواحد ما بيقدر يتخيله. بلبنان آلاف المعتقلين، من فترة واحد شنق حاله بس لأنه ما عم يجيبوا له دواء. انت بتتخيل حالك انه انت تكون مريض اي مرض وما عم يجيبوا لك دواء بالسجن وبدك تضلك عايش بآلامك؟ الزلمة ريح حاله وارتاح. أيها العقلاء في العراق ولبنان، ترى الزمن دوار. سوريا والسوريين استقبلوكم أكثر من مرة بظروف ما، شو ما كانت ظروفكم. يا أخي لا تخلونا لا نكفر بالدين ولا بالتاريخ ولا بالعروبة. الموضوع بلش يطلع عن حده يعني.